السلام عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وبافضل الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي قضيه جديده. وسائل التواصل الاجتماعي هاد الايام كلها كتهضر على قصه وحده، وهي قضيه الطبيبه النفسيه بان زياد واللي هزات الوطن العربي كامل وماشي فقط غير العراق. والسبب اللي خلاها تولي ترند ان فيها بزاف ديال الاسرار والغموض والاحداث اللي ما مفهومينش حتى لدابا، وكان كل واحد كيحاول يحلل باش يعرف الحقيقة بطريقته. ولكن المشكلة أنه كل ما كتحاول تقرب من الحقيقة القصة كتزاد في الغموض. والقصة كتبدا نهار 5 غشت 2025. الأب والأم ديال بان كانوا في رحلة سياحية لتركيا، حتى كيجيهم اتصال في نص الليل من واحد من خوت بان كيبلغهم بلي هي دارت حادثة، وهي دابا راه كاينه في العنايه المركزه، ولكن قالوا لهم بلي راه لاباس عليها باش ما يخلعوهمش. الاب والام اللي سمعوا بنتهم في العنايه المركزه بطبيعه الحال جاو نيشان من تركيا للبصره، ولكن ملي كيوصلوا للدار كتبان لهم الامور ماشي طبيعيه. علاش؟ حيت ملي وصلوا للدار كيلقاو الشرطه قدام الباب وكيمنعوهم انهم يدخلوا للدار، حيت المنزل ديالهم كان عباره على مسرح الجريمه. وهنا كيكتشفوا بلي الكلام اللي تقال لهم في التليفون وبلي بنتهم في العنايه المركزه ما كانش صحيح. والحقيقه اللي غادي يسمعوها من رجال الشرطه ومن ولادهم ان بنتهم صفاتها لراسها في الحمام ديال الدار، ودابا ردوها للمستشفى. غير واحد المعلومه، راه لحد الان راه مازال ما معروفش لا شكون اول واحد شاف الجثه، وما معروفش شكون اللي وصلها للمستشفى، ولا حتى شكون اللي اتصل بالوالدين وخبرهم بالقضيه. الاطباء في قسم الطوارئ كيتصدموا من المنظر ديال الجثه واللي كانت في واحد الحاله صعيبه بزاف، وباين انها جريمه قتل من بعد ما تعرضت للتعذيب. ولكن اللي غادي يصدم هنا ماشي هادشي اللي يلاه قلناه دابا، ولكن اللي كيصدم في هاد القضيه ان عائلتها ملي خبروهم بهادشي الموضوع غادي ياخذ واحد المنعطف اخر، وكانت ردة الفعل ديالهم باللي بنتهم هي اللي دارت ديك الحاله في راسها، والموضوع خصو يتسد على هكذا. وقبل ما نكملوا شنو اللي وقع من بعد، خليونا نتعرفوا بعدا على بان زياد والحياه ديالها. وبالنسبه للمعلومات اللي معروفين حتى لدابا، ان بان زياد هي دكتوره نفسيه في البصره، الام ديالها سميتها حنان غازي والاب زياد طارق. درست في كليه الطب واشتغلت من بعد كطبيبه نفسيه في مستشفى ديال البصره، ومن بعد فتحت العياده ديالها الخاصه، وكانت عندها ايضا واحد الصفحه في التيك توك واللي كانت كتحط فيها فيديوهات اللي كتعطي فيهم نصائح للصحه النفسيه. ومن هنا بدات الشهره ديالها، ولات كتعرف وكتبان في البرامج التلفزيونيه. وهذه كانت غير نبذه مختصره على حياه بان، ونكملوا شنو اللي وقع من بعد. من بعد ما سمعوا الاعترافات من عند عائلتها وانها هي اللي دارت في راسها هذيك الحاله، الاطباء بداو كيشكوا في الموضوع، حيت الحاله اللي كانت فيها الجثه مستحيل تكون حاله انتحار. فواحد من الموجودين هناك غادي يسرب واحد الفيديو ليها وحس بلي الموضوع خاصو يتعرف ويبقى قضيه راي عام. تحولت الجثه للطب الشرعي للتشريح باش يعرفوا شنو هي اسباب الوفاه. تقرير الطب الشرعي كيبين باللي الجثه فيها كدمات على الوجه وايضا اثار الخنق في الرقبه ديالها. ولكن ابشع حاجه واللي غادي دير البلبله هي ديك الجروح اللي كانوا في يديها. كانوا شي جروح في يديها بجوج، وطول الجرح تقريبا 9 سنتيم والعمق ديالو كيمتد حتى ل 9 سنتيم. والجرح كان على طول اليد وماشي العرض، لدرجه ان العظم والاعصام ديال يديها كانوا باينين. هادشي كامل كينفي تماما موضوع الانتحار، والاصدقاء ديالها ما كانوش مقتنعين تماما بهذه الفكره. فيعني ماشي منطقي وحده يديها فيها داك الجرح كامل وكتنزف، زائد الالام اللي كانت كتحس به، وغادي تشد سلاح وتضرب اليد الثانيه بنفس الدقه ديال اليد الاولى. والحاجه الغريبه ايضا اللي وقعت هنا هي انه الشرطه ملي مشات باش تجمع الادله كان واضح بلي كان متلاعب فيها في مسرح الجريمه، يعني انه كانوا شي بلايص منظفينهم من بعد ما داو الجثه للمستشفى، وايضا شي حوايج اللي خصهم يكونوا ما لقاوهمش في مسرح الجريمه. مثلا الحبل اللي قالوا تشنقات به راسها ما كانش في مسرح الجريمه. وايضا زيد عليها ان كاميرات المراقبه كانوا معطلين قبل وفي الوقيته ومن بعد الحادثه، وهذا الشيء بفعل فاعل. زائد انهم تاخروا في التبليغ على الحادثه ونظفوا المكان ديال الحادثه كيف ما قلنا مباشره بدون اي تصريح من اي جهه مختصه. وايضا الشرطه لاحظت واحد الجمله مكتوبه في الباب ديال الحمام واللي كان مكتوب فيها الكلمه ديال اريد الله، واللي اعتبرتها عائلتها انه دليل انها هي اللي دارت هذيك الحاله في راسها، وان هذه ربما تكون رسالتها الاخيره. ولكن كيفاش قدرت تكتب هذه الجمله، حيت كان شبه مستحيل تكون عندها طاقه من بعد دوك الجروح اللي كانوا في يديها. يعني بالمختصر المفيد الموضوع كان غريب بزاف. والاصدقاء ديال بان ما سكتوش على الموضوع وشكوا بلي القضيه فيها جريمه من واحد من عائلتها. ولكن علاش كيتستروا على الفاعل؟ حيت الموضوع ربما ان واحد من عائلتها هو اللي دار هذه الجريمه. بطبيعه الحال ضغطوا على الاطباء وعلى الشرطه انهم ما بغاوش يديروا بلاغ، وانهم ما كيتهموا حتى شي واحد، وهما متاكدين باللي هي اللي دارت هكذا في راسها. وبالفعل خرج قرار ان سبب الوفاه هو الانتصار.
الاطباء اللي كشفوا على الجثه ما سكتوش وبداو كيسربوا في الصور ديال الجثه، وايضا سربوا التقرير ديال الطب الشرعي واللي كيبين كيفاش كانت الجثه ملي وصلاتهم، وباللي الموضوع كبير من الروايه ديال العائله. هذا الشيء هذا شجع الناس انها تكتب في الموضوع، وبداو كيشاركوا القصه على مواقع التواصل الاجتماعي حتى ولات قضيه راي عام. وبالتالي غادي يفتحوا تحقيق مره اخرى في القضيه، وبداو كيدقوا في كل صغيره وفي كل كبيره. وبداو البرامج التلفزيونيه ايضا كيديروا حوارات ولقاءات مع الام والاب ديال بان، واللي كانت كتبين فيه ان بنتها في الفتره الاخيره كانت كتعاني من ضغوطات نفسيه بسبب العمل، وايضا المشاكل اللي كانت كتسمعها من عند الناس اللي كانت مريضه عندها. هذا الشيء كان كيزيد المشاكل ديالها، وبلي بنتها راه كانت حساسه بزاف واخا ما كانتش كتبين هذا الشيء في المواقع ديال التواصل الاجتماعي. ضغوطات عمل ماما، دوائرنا متعبه ترى، دائره الصحه متعبه، مو بس دائره الصحه، كل الدوائر متعبه، بس اكو انسان يتحمل، اكو انسان ما يتحمل. انا مدرسه تربويه، الام كانت كتهضر بدون اي تاثر او اي دمع في عينيها، وهذا الشيء اللي خلى الناس تبدا تسائل في تصرفات هذه الام، واللي كيقولوا انها ما كتليقش بوحده بنتها يلاه ماتت. والام فقط كانت كتحاول تبين في كل مره ان بنتها ماتت بسبب مرض نفسي، وبلي هي اللي دات هذيك الحاله في راسها، وبلي هذه المشاكل كامله كانت كاتباها في المذكرات ديالها. ولكن لحد الان هذه المذكرات ما بانتش، بالرغم انها تقدر تكون دليل براءه ديال العائله، لانه اذا بالفعل كانت كاينه هذه المشاكل النفسيه بالمذكرات ديالها، هذا كيعني انها بالفعل تقدر تكون هي اللي نهات راسها. العائله ديال بان كانت كتحاول بكل الطرق تبين باللي بان هي اللي دارت هذا الشيء، ولكن بالرغم ديال هذه المحاولات كاملين من طرف الام والاب على ان بنتهم هي اللي قتلت راسها، ولكن الناس القريبين ليهم واللي دايرين بهم قالوا مستحيل، ورفضوا الفكره ديال الانتصار، وقالوا بلي بان كانت انسانه اللي كتحب الحياه وما كانت عندها حتى شي ضغوطات اللي توصلها لهذه الحاله. الناس القريبين من العائله ديال بان اتهموا خوها محمد باللي هو اللي صفاها ليها، حيت محمد كان كيتعاطى مواد ممنوعه، واكدوا بانه في هذاك النهار طلب منها تكتب ليه اوردونونس بالادويه باش يمشي يشريها في الفارماسيان، ولكن هي رفضت، وهذا الشيء اللي خلاه ينفجر وتخلص منها بهذيك الطريقه. ولكن الناس اللي ما كيكتفيوش بالهضره وكان خاصهم ضروري يحقوا في اي حاجه، فملي سمعوا هاد الهضره ما سكتوش، وغادي يدخلوا للحسابات ديال محمد واللي كان عامر تصاور على تشريح الانسان، وصور ايضا لعبادة الشيطان، وصور ايضا كتشبه بالضبط للصور اللي تسربات عن مقتل بان، يعني نفس الطريقه اللي مات بها. وايضا كانت مكتوبه في البايو ديال انستغرام عباره اريد الله. فقالوا مع راسهم ربما صدفه وهو مولف يحط هاد الشيء، ولكن فجاه تحذفت جميع الصور والحساب ديالو تغلق، واللي خلى الناس كاملين تشك بلي خوها اكيد هو الفاعل، خصوصا انه مدمن وماشي في الوعي ديالو. هادوك الاثار ديال الكدمات اللي كانت على الرقبه والوجه والجروح اللي كانوا في اليد. نظريه اخرى خرجت من بعد، وهي ان الدكتوره بان كانت من بين اللجنه اللي كانت مشرفه على الصحه العقليه ديال واحد المجرم اللي كان محكوم عليه بالاعدام، وكان المطلوب من الدكتوره بان انها تكتب ان المجرم مريض نفسي باش يعني يطلع براءه من القضيه، وهاد الناس هم ناس كبار في المجتمع، فربما العائله كتعرض للتهديد من طرف هاد العائله ديال المجرم، فداك الشيء الا ساكتين لا يصير لهم نفس المصير ديال بان، والله اعلم. ولحد الان مازال كيبانوا ادله جديده، كل وحده كتقلب الكفه اكثر حول فرضيه القتل. واخر حاجه خرجت هي تقرير كيبين انهم لقاو شعر في اليدين بجوج ديال بان، وهنا السؤال منين جا هذا الشعر؟ والجواب كان انه بان ربما كانت في حاله مواجهه مع شي شخص في اخر لحظات ليها قبل ما تموت، وهذا الشيء كيضاعف بزاف الروايه ديال الانتصار. بان كانت ذكيه وحاولت في اخر لحظه ليها تخلي دليل من وراها، ملي شدات هذاك الشعر بيديها كانها كانت كتقول هذا هو مول الفعل، خصكم تقلبوا عليه. وايضا الشعر بيديها يقدر يكون دليل انها ماتت مخنوقه، وخصوصا انهم لقاو اثار الحبل على العنق ديالها، ماتت وهي كتدافع على راسها، خصوصا وجود هذيك الكدمات على وجهها وعلى الجسم ديالها كامل. وملي ماتت قرر الجاني انه يمثل بالجثه وقطع يديها باش تبان بحال عمليه انتصار. اذا الفيديو الجديد او التقرير الجديد يمكن لينا نستنتجوا منه هذا الشيء، ان بان تعرضت للتعذيب قبل الوفاه ديالها، وهذا كيدل ان الجاني او الجنات كانوا كيحاولوا ياخذوا منها شي اعترافات بالقوه، او ان بان كان عندها شي دليل على شي حاجه اللي كبيره. الحاجه الثانيه ان اللي دار هذا الشيء ماشي شخص واحد ولكن اكثر من واحد. والحاجه الثالثه ان بان كانت كتقاوم، وذلك لوجود الشعر في يديها بجوج. وفي وسط هذا الشيء كامل وهذا الغموض كطلع نظريه واللي بالنسبه لعدد كبير من الناس هي الاكثر منطقيه حتى لدابا، والنظريه كتقول ان بان ما انتحرتش ولكن قتلوها وخلاوها تبان بحال انها انتحرت، والسبب ان بان ما كانتش طبيبه اللي عاديه، ولكن كما قلنا كانت لجنه طبيه مكلفه بفحص الحاله النفسيه ديال واحد المجرم خطير واللي كان محكوم عليه بالاعدام.
والضغط كانت كتكبر، وكانوا ناس باغينها تقول في التقرير ان هذا المجرم مريض نفسي باش يخرج يعني من السجن او يتحكم عليه بحكم مخفف، ولكن بان بحكم ضميرها المهني رفضت هذا الشيء. وهنا كيجي الجزء الخطير في هذا الشيء، ربما باش يسكتوها قرروا يصفوها ليها جسديا ولكن بطريقه ذكيه، خلاو الحديث يبان انه انتصار باش يضربوا مصداقيتها بعد الموت ديالها، ويخليو الناس يشكوا في السلامه النفسيه ديالها. واذا بان فعلا غير مستقره في العين ديال الراي العام، هذا الشيء كيخلي حتى التقرير اللي كتباتو في حق هذاك المجرم يولي قابل للتشكيك. وهذا الشيء ربما يكون سبب التصريح ديال الام والخوف ديالها في الانتقام ديال المجرم لولادها، وكانت كتحاول تبين باللي كانت تحت ضغوطات نفسيه وانها هي اللي دارت هذا الشيء في راسها، مع العلم اما كما قلنا ان بزاف ديال المقربين منها كيأكدوا العكس ديال هذا الشيء تماما. والمهم هاد المعلومات هما اللي كاينين حتى لدابا، والقضيه راه مازال مفتوحه، وكل نهار كيخرج شي دليل جديد او لا شهاده اللي كتبدل المجرى ديال هاد الاحداث. ولكن اللي ثابت في هذا الشيء ان القصه ديال بان زياد ماشي مجرد حادثه موت عاديه، ولكن لغز كبير فيه اسرار ومصالح وناس كبيره اللي داخله في القضيه، والوقت وحده اللي غادي يكشف لينا الحقيقه. الله يرحم بان والله يجعل مثواها الجنه. وهنا نكون وصلنا للنهايه ديال القصه ديال اليوم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. اذا كان في العمر بقيه تهلاو لي فريوسكم، السلام عليكم.